انت عالج الالتهاب. التهاب بلدنا غياب مصطلح الحلال والحرام بس. لما تفهم الناس انه هذا حلال وهذا حرام، ما عاد لا غش ولا خيانة ولا خداع ولا تزوير ولا سرقة اموال ولا نهب للخيرات. وانا بعطيكم مثال كنت احكي مع الدكتور سليم فيه. كنت يوم من الايام وزير، فجابوا لي اخر الشهر قائمة بالمكافآت، فبطلع عليه هيك بدنا نوقع بحدود فوق ال 25,000 دينار بالشهر. فبقول لهم شو هذا؟ قالوا معاليك، وهي كلمة معاليك بوكلوا عقل الواحد فيها. معاليك هاي مكافآت اوفر تايم. بقول لهم طب هم شو اشتغلوا؟ قالوا لا احنا مش قصة اشتغلوا، احنا هيك متعودين. قلت له طب اقعد حبيبي تفهمني اياك. كيف بدي اوقع اعطي للناس عمل اضافي هم ما اشتغلوش عمل اضافي؟ قال لا انت معاليك مغطى بالقانون. مغطى بالقانون من خوف ما التفح، مغطى بالقانون. قلت له بدي اسالك سؤال، انا لما اوقع هون مغطى عند الله؟ قال لي احنا ما بنحكي باللغه تبعتك هاي، انت بالقانون مغطى. قلت له اسالك سؤال، انا مغطى عند الله؟ قال لي على لغتك لا، اما بالقانون انت مغطى. قلت والله يا حبيبي القانون عند الله ما بغنيني. فكره اصلاح البلد ان يتعلم الكبير والصغير والسائل المسؤول مصطلح الحلال والحرام، لانه اصلا ما فيش ضوابط، ما فيش بريكات. بريكات الحياه حلال وحرام، بريكات النظر حلال وحرام، بريكات اللسان حلال وحرام، بريكات انك تاكل حلال وحرام، كل بريكات حياتك التي تمنعك عن ان تفعل السوء هو الحلال والحرام. لما استلمنا بالوزاره جبت مدير المالي قلت له تعال شو اسمك انت؟ قال فلان. ابو ايش؟ قال ابو فلان. المهم اخذنا واعطينا معه شوي. قلنا له يا ابو صالح انا هو مش جاي اسرق. قال لا ما عليك. قلت له لا بدي افهمك الصوره، انا زي مش ناوي اسرق. قالوا انا معك. قلنا له ماشي الحال. خلصت الموازنه، اجى لعندي قال لي معاليك في 700,000 على جنب. قلت له عالدار عالدار. قال لي معاليك بتحب شك ولا كاش؟ هذا مدير المالي. شك ولا كاش؟ ويومها مديت رجلي مزبوط. يا لعين الوالدين يا حريق. ولك انا مش اول يوم اجيت لهون قلت لك ما بدي اسرق. قال لا انت قلت ولك انا لو بدي اسرق قل لي حرام عليك، قل لي هذا مال مسلمين. 700,000 والله هيك بوصل على الدار. لكن شو اللي خلك ما تقول هيك؟ لانه في رب راح يقول لك هيك على جهنم.